احمد، انا شغال شغلانتين ولا عارف احوش ولا عارف استثمر ولا عارف اعمل فلوس. عندك حل؟ اكيد عندي حل. امال انت جاي لي ليه؟ تعال اقول لك. على فكره، مش انت لوحدك اللي عندك المشكله دي. كتير مننا عايز يعمل فلوس بس مش قادر، وعايز يحوش بس مش عارف ايه الطريق الصح. عايز يتجوز، يسافر، يشتري عربيه، بيت، او حتى عايز يأمن مستقبل اولاده. كل الكلام ده بقى بيحصل لسببين اتنين. السبب الاولاني ان انت ما بتعرفش تروح فين غير البنك، وما عندكش اي فكره بالاماكن التانية اللي ممكن تروحها اللي مرخصه من الدوله اللي تقدر تستثمر فيها فلوسك. المشكله التانية بقى يا سيدي ان معظم اللي بيدونا نصايح سواء حوالينا او على السوشيال ميديا مش متخصصين، او بمعنى اصح ايديه مش في الشغلانه، فبيوجهك من وجهة نظره الشخصية أو بناء على تجارب بتاعته هو. معايا بقى هعلمك ألف ب فلوس واستثمار وادخار، ويعني إيه صناديق استثمار، والبنوك بتعمل إيه، وشركات الاستثمار بتعمل إيه، وهعلمك إمتى تعمل شهادات في البنك، وإمتى تشتري ذهب، وإمتى تشتري عقار. وخليك فاكر إن الاستثمار مش بس للأغنياء. لو معاك 100 جنيه وبتستثمرها انت اسمك مستثمر، ولو معاك 10 مليون جنيه وبتستثمرها انت برضو مستثمر. انا احمد مرشد، وده برنامج المرشد. ولو عندك اي اسئلة زي هشام ابعت لي وهجاوب عليك.